أوكا أونا أسطورة يابانية قديمة. شاب اسمه أوناكي كان بيدرس في الجامعة. أوناكي كان متعود كل يوم الصبح يحضر دروسه في الجامعة ويخلص واجباته ويروح على المكتبة بتاعت الجامعة، ولما يجي الليل يقعد في البيت يلعب ألعاب الجيمز على الكمبيوتر بتاعه. وفي يوم أوناكي بعد ما خلص دروسه في الجامعة وكان في طريقه للمكتبة زي ما كان متعود كل ليلة، بدأ أوناكي يحس بالتعب والإرهاق في اليوم ده من كتر المذاكرة اللي كانت وراه، وده خلاه ينام من غير ما يشعر بالوقت. ولما صحي من النوم فوجئ إن الوقت اتأخر جدا وإن الساعة عدت 12:30. غفل فترة كبيرة من الوقت، لقى نفسه في المكتبة لوحده. أوناكي كان متعود دايما إنه يوصل بيته قبل دخول الليل. بدأ يلم كل حاجته ويمشي من المكان، لكن وهو في طريقه للبيت وقف لحظة وافتكر إن في طريق مختصر ممكن من خلاله يوصل البيت أسرع، خصوصا إنه مشي من الطريق ده قبل كده كذا مرة لكن بالنهار. لكنه كان متردد لأنه كان بيسمع من ناس دايما كلام مخيف جدا عن الطريق ده. الناس كانت بتقول إن في شبح شيطاني لواحدة ست كان بيظهر دايما في المكان ده، واللي كانت معروفة وقتها باسم أكا أونا أو السيدة ذات الرداء الأحمر. أكا أونا كانت بتظهر دايما بالليل في الطرق الضلمة، كانت بتجذب أي شخص يمر من الطريق الضلمة ده، وبمجرد ما الشخص ده يبص لوشها كان بيتصاب بلعنتها، وبتفضل تلاحقه زي ظله في كل مكان وفي أي وقت. لكن أوناكي ما كانش بيصدق الحكايات دي وبيعتبرها مجرد قصص أسطورية خيالية لتخويف الناس مش أكتر. أوناكي قرر فعلا إنه يمشي من نفس الطريق الضلمة ده، لأنه كان عارف كويس إن الطريق ده هو أقرب طريق مختصر ممكن يوصله لبيته في أقل من 10 دقايق. في البداية الطريق كان هادي جدا على الرغم من الظلام اللي كان موجود في المكان، لكن بعد فترة بسيطة من الوقت أوناكي لاحظ بوجود ظل الشخص واقف على الناحية التانية من الرصيف. كان ظل الواحدة ست لابسة فستان أحمر، شكلها ما كانش واضح بالنسبة له في الأول. أوناكي بدأ يقلق ويحس بالخوف، وقف للحظة وفضل يبص ناحية ظل الست دي، وكانت ثابتة في مكانها زي التمثال، ما كانتش بتتحرك نهائي. أوناكي ما كانش قادر يحدد شكلها لأن الطريق كان ظلام دامس، مفيش غير ضوء السما الخفيف. للحظة افتكر القصة اللي اتحكاله عنها الست اللي كانت لابسة فستان أحمر وبتظهر للناس بالليل، لكن فاق لنفسه وقال أكيد القصة دي مش حقيقية، وكمل مشي وعيونه ثابتة على نفس الظل لنفس الست اللي كانت واقفة لحد ما قرب جدا منها. وقتها حس بشعور غريب وفضوله انه يبص بصة أخيرة عليها ويتحقق من ملامحها عن قرب، لكن في اللحظة اللي التفت فيها ناحيتها وعيونه وقعت عليها وقف مكانه من صدمة اللي شافه. لقى وشها غريب ولون جلدها أبيض وشاحب وكأنها شبح أو كائن شيطاني مخيف. عيونها كانوا مجوفين وخارج منهم نور أحمر مرعب. أوناكي فجأة حس إن نظراتها ليه خلت قلبه يقف من الخوف والرعب من شكلها. لف أوناكي بسرعة وفضل يجري بأقصى ما عنده لحد ما وصل البيت، وعلى الرغم من إنه قلبه هدي من اللي شافه لكن ما كانش قادر ينسى شكل شبح أكاي أونا ونظراتها المخيفة ليه. صورتها ما كانتش بتروح من باله نهائي، كان حاسس طول الوقت بإن الشبح الست دي ماشي وراه ومراقبه في كل مكان بيروحه. لكن تاني يوم أوناكي قرر يشيل الفكرة المرعبة دي من دماغه علشان يقدر يكمل يومها على خير ومن غير أي ضغط أو مشاكل.
ممكن تحصل معاه. خلص دروسه في الجامعة وكالعادة راح على المكتبة علشان يخلص واجباته الدراسية اللي أخدها، ويرجع على البيت ويقعد يلعب ألعاب الجيمز المعتادة علشان يشتت انتباهه وما يفكرش في اللي شافه يومها. لكن بمرور الأيام شعور أوناكي كان عمال بيزيد. كان حاسس بإن في حد طول الوقت واقف وراه وبيراقبه، لحد ما في يوم أوناكي كان نايم في سريره وفجأة حد شد الغطا من عليه. وفي اللحظة دي أوناكي قام مفزوع، ولما بص حواليه في كل مكان في الأوضة بتاعته ما لقاش حد. لكن لما بص ناحية الشباك شاف نفس ظل شبح الست اللي شافها قبل كده وهي بتجري من قدامه في لحظة ناحية الشباك بسرعة البرق. وعلى الرغم من اللي شافه لكن ما صدقش نفسه وقال أكيد كان بيحلم. هدى نفسه ورجع ينام مرة تانية لحد ما راح فعلا في النوم. لكن بعد فترة صحي المرة دي على كابوس، وده لما شاف نفس الست المخيفة وهي واقفة فوقه بالظبط. كانت ماشية على الحيطان وبتبصله بنظرة كلها تحدي ورعب. في اللحظة دي أوناكي صرخ صرخة عالية من اللي شافه. وقتها بدأ أوناكي يفوق من حلمه واعتقد إنه اللي شافه ده كان كابوس مش أكتر. قام أوناكي من سريره يشرب بق مية يهدي بيه نفسه من فزع الكابوس المرعب اللي شافه. لكن في اللحظة دي عينيه وقعت على شباك أوضته. شاف مشهد يوقف الدم في العروق. نفس ظل الست المرعبة اللي شافها في أحلامه كانت واقفة ورا الشباك وعمالة بتبصله بنظرة كلها غضب ورعب. في اللحظة دي جري أوناكي ناحية زرار النور علشان يفتحه ويتأكد إذا كان اللي شافه ده حقيقي ولا لأ. لكن في اللحظة اللي فتح فيها النور في الأوضة كل شيء اختفى. لكن الأمر ما انتهاش لحد كده. أوناكي كان كل يوم وكل لحظة كان بيشوف شبح أكا أونا وهي واقفة قدام عينيه وبتراقبه. كان بيشوفها حتى في أحلامه طول الوقت. أوناكي كان هيتجنن ومش عارف ايه اللي بيحصل له بالظبط. علشان كده قرر يحكي اللي بيحصل معاه ده لأصحابه، لكنهم ما صدقوهوش وفضلوا يضحكوا على كلامه ويقولوا له ان دي مجرد خرافات، وسمح لعقله انه يصدقها. لكن أوناكي كان حاسس ان في شيء خطير ومخيف بيحصل، وظهور شبح أكا أونا وراه طول الوقت وراه سر مرعب. علشان كده قرر أوناكي انه يروح لمركز الشرطة يحكي لهم عن ظهور الست اللي لابسة فستان احمر دي كمحاولة منه اخيرة. لكن في اللحظة اللي قرر فيها انه يخرج من البيت لاحظ شيء مرعب وقف الدم في عروقه. وده لما شاف باب بيته مفتوح على الاخر والهواء البارد كان مالي المكان كله وكأن في حد دخل البيت. أوناكي كان مرعوب، لكن بسرعة اتصل على صاحبه علشان يقوله اللي حصل. صوته كان بيترعش من الخوف وهو بيحكي لصديقه على اللي حصل معاه، لحد ما فجأة أوناكي سكت واتسمر في مكانه من كتر الرعب. وده لما حس بوجود لشخص كان بيتنفس بالقرب منه وإيدين باردة كانت محطوطة على رقبته، لكن ما كانش شايف أي حد واقف حواليه. وفي اللحظة دي عينه وقعت على المراية اللي كانت متعلقة قدامه. حس وقتها إن قلبه هينط من مكانه من كتر الخوف. وده لما شاف ظل الشبح الست المرعبة دي وهي واقفة وراه وكانت ماسكاه من رقبته بنفس شكلها المرعب وعيونها المجوفين. في الوقت ده بدأ أوناكي يهمس بصوت ضعيف وهو بيحاول يطلب من صاحبه إنه ينقذه. كان عمال بيقوله هي هنا هنا أكا أونا هنا جت علشان تخلص مني، الحقني بسرعة أرجوك. وقع الموبايل على الأرض والخط اتقطع. بعد فترة
جه صديق أوناكي على البيت، لكن اتفاجئ لما لقى باب البيت كان مفتوح، والفوضى كانت مالية المكان كله، وكأن رياح قوية دمرت البيت كله بالكامل. وأوناكي ملوش أي أثر في المكان. من اليوم ده أوناكي اختفى تماما، ومفيش أي أدلة عن المكان اللي ممكن يكون راح ليه. البوليس اعتبر ان اختفاء أوناكي لغز كبير، ومحدش يقدر يعرف ممكن أوناكي يكون اختفى فين لحد النهاردة. محدش كان عارف هل ممكن يكون ورا اختفائه فعلا شبح أوكا أونا، ولا في سبب تاني. كل اللي أقدر أقولهولك إنك لو في يوم كنت ماشي في طريق مظلم وظهرت ليك واحدة ست لابسة فستان أحمر، من فضلك اجري بأقصى سرعة، واوعى تفكر إنك تبص ناحيتها قبل ما يفوت الأوان وتكون سبب في نهايتك.